السلام عليكم متابعي قناة مقياس العقل. دعا مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية إلى حماية الأطفال والنشأ من داعية التنظيمات الإرهابية التي تستهدف استمالتهم وتلقينهم عددا من القيم والمعاني العنيفة والمحفزة على ممارسة العنف والاستحسان. جاء ذلك في أعقاب الكشف عن قيام وحدة الدعاية والإعلام لدى تنظيم الداعش بإطلاق تطبيق جديد للأطفال يسمى حروف، ويعمل على نظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد يهدف إلى استقطابهم وتجنيدهم منذ الصغر، وذلك عبر تعليمهم الحروف الأبجدية العربية باستخدام كلمات تتعلق بالحروف والأسلحة. وأوضح المرصد أن التطبيق يسعى إلى تلقين الأطفال معاني العنف والقتل من بوابة تعلم الحروف الأبجدية، حيث يتم تعليم الأطفال الحروف عن طريق مسميات السلاح المختلفة، كأن يتعلم الطفل الحرف باء مصحوبا بكلمة بندقية، والحرف صاد مصحوبا بصاروخ، والراء برصاصة، والسين بالسيف، والدال بدبابة، وغيرها من أنواع الأسلحة والمعدات التي يروج لها تنظيم داعش، ويحاول بناء عقلية الأطفال منذ الصغر على هذه المسميات التي ترمز إلى العنف والقتل والحرب. وأشار المرصد إلى أن التطبيق الداعشي الإلكتروني يقدم دروسا للأطفال في شكل الألعاب والأناشيد مصحوبا بصور جذابة والألوان الزاهية، مع وجود علم داعشي الأسود الخاص بالتنظيم الداعش، والصور للأطفال يرتدون أقنعة داعش السوداء، بما تحمله هذه الصور من معاني تشجع أطفال على ممارسة العنف وإقبال عليه، وترسيخ صور مقاتلي تنظيم باعتبارهم أعلاما يتحدى بهم. ونحذر أعزائنا أطفال، ونحذر الآباء والأمهات من خطورة ترك الأطفال لقمة شائعة لهذه الدعاية الداعشية وعمليات غسيل المخ التي يحاول تنظيم داعش إجراها على أطفال من مختلف المشارب، داعيا إلى حماية الأطفال من تلك التطبيقات وضرورة متابعة التطبيقات والبرامج التي يشاهدها الأطفال لضمان عدم تعرضهم لهذه الدعاية الخبيثة والأفكار التي تحض على العنف، والتي يسعى تنظيم إلى بثها في عقول الأطفال منذ الصغر لتهيئتهم لتقبل مثل هذه الأفكار وممارسة أعمال العنف. ودعا المرصد إلى تكثيف المواجهة الإلكترونية والتقنية لتنظيم الداعش بشكل خاص، نظرا لما يتمتع به التنظيم من قدرات تكنولوجية وتقنية غير مسبوقة على مستوى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي تطوير قدرات المواجهة وتحديثها بما يضمن محاصرة النفوذ التكنولوجي الداعشي واحباط مخططاتهم. إن عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك معنا لترى كل ما هو جديد. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.